شهدت مدينة عنابة مسابقة مميزة لحفظة القرآن الكريم من تنظيم جمعية جيل شباب لتنمية وصقل المواهب، وقد حظيت المسابقة بمشاركة واسعة من قبل حفظة القرآن من مختلف الأعمار، وذلك في إطار حرص الجمعية على نشر وتعزيز قيم التلاوة والحفظ بين أفراد المجتمع. المزيد في ميكروفون حسام الدين العبيدي. هذا الحفل ما كانش في تكريم فقط المسابقين، كان لنا تكريم بعض الشباب قراء لمساجد جويلة عنابة لأئمة التراويح. نتمنى للشباب هذا اللي حضر معنا واللي اطفال اللي شاركوا وما فازوش والشباب اللي شاركوا وما فازوش، انه الفوز الحقيقي هو التجويد وتعليم القرآن الكريم وحفظه، هذا هو الفوز الحقيقي وهذا هو الهدف الرئيسي من المسابقة. قد تم اختيارهم على اساس حفظهم للقرآن الكريم وعلى اساس احكام التجويد بحضور اللجنة التي عملت جاهدة على المحافظة على التجويد والأحكام المتعلقة بقرآن الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى لجميع المتسابقين السداد والقبول إن شاء الله. إن شاء الله ربي يوفق كما نقولوا حنا، كما وفقني يوفق عباد واحدة أخرى. إن شاء الله تكون كاينة منافسات أخرى في تنافس الشباب جديد، وإن شاء الله الشباب يبقى كما نقولوا حنا يبقى يدي ويطلع وديما يكتسب إن شاء الله.